واحدة ثانية يا أشرف. ممكن تكون الثانية. زيني يقول زيني حضرت معانا كده. طبعا نيابة عن زوجتي أم محمود، هي بعد الله سبحانه وتعالى رقم واحد في تأسيس أسرة متربية على الإيمان والدين والالتزام، والحمد لله رب العالمين ربنا أكرمها في ولادها، لأنها فعلا إنسانة بمعنى كلمة إنسانة، عرفت تربي وعرفت تمسك جيد وعرفت تتعب وتسند جوزها، اللي فعلا في الزمن اللي احنا فيه للاسف الشديد الاجيال دي اللي هي الجديده ديت ما تعرفش يعني ايه تعاون بين الزوج والزوجه، وضربت كل وكسرت كل الحواجز وقدرت تعمل حاجه الحمد لله تحصل عليها، ان رغم موارد ودخول المعلمين او الوسط اللي احنا عايش فيه يا دوبك تفتح بيت بالعافيه الحمد لله، قدرت تاسس وتربي وقدرت تخرج جيل كويس، ابنها محمود وابنها عبد الله وعروستها الجميله آية اللي ان شاء الله فرحها في شهر 10 ولحد دلوقتي، ورغم ان انا وهي حاليا على المعاش ما زلنا بنعمل وبنجتهد وبنحاول بنسعى علشان نعيش معيشه كريمه والحمد لله. فهي فعلا يتعمل لها تمثال. هي كانت اداريه بديوان عام وزاره المنزله التعليميه، انتقلت الى مجمع البصرات، ثم انتقلت الى مدرسه ام المؤمنين بالبصرات، وما زالت حتى وقتنا الحالي رغم انها المعاش بتعمل وقائمه بعمل 5 مدارس بمفردها بتقوم بجميع الاعمال الاداريه. فمال الخولي علم من اعلام الاداريين بجمهوريه بصرات، مش هقول اداره المنزله التعليميه، لان الحمد لله رب العالمين عندها قوه خارقه في خلاص